أقام المرشح السابق خالد الشليمي ندوة بديوانه في منطقة الجهراء، وهي بعنوان أبرز القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم الوطن والمواطن، وذلك وسط حضور أمني مكثف. المنظمون للندوة التي حضرها عدد من النواب وممثلي التيارات السياسية وضعوا لافتات تطالب الجمهور بالالتزام بتعليمات وزارة الداخلية وعدم التواجد خارج المنزل. تفاصيل الندوة مع مبارك الجناعي. لا تقعد تنسي الموضوع. لا ما بدت الندوة. ما بدت الندوة، خلت تبدا وراح يدشون كلهم. كان هذا هو النقاش بين الشليمي وقائد الشرطة في منطقة الجهراء وقبل بداية الندوة اللي تواجدت فيها القوات الخاصة ورجال الأمن بكثافة مقابل حضور ما تجاوز 200 شخص في الندوة. من تكلم عن الاستجواب حق مشروع ودستوري ينبغي أن يقوم فيه أي عضو. العضو الشريف هو اللي يستجوب، والعضو الخانع الطامع المتخاذل هذا ما يقدر يحط عينه بعين وزير، مو رئيس الوزراء، وزير ما يقدر يحط بعينه. أنا لما أشوف اللي صار بندوة الحربش أعتقد هذا حقد مزروع، حقد زرعوه يا جماعة، زرعوه ما بيننا، ولا شلون يصحى الرجل إلا هذا الحقد. فيجب على الحكومة الآن تدرس هذه الظاهرة. أما النائب مسلم البراك فجدد دعوته لطرد نواب من الدواوين بسبب مواقفهم مع الحكومة. راح تلقون 11 نائب ينتمون لهذه الفئة هم اللي راح ينقذون حكومة ناصر محمد. الله يطيح حظهم الموجودين هنا. اطردوهم اطردوهم، وقسما بالله أنا اليوم إحدى الصحف السيئة، وأنا أعتقد يمكن هي صحيفة وفي قناة بعد، وأظن لا واحدة ثانية اليوم اعتقد انها موجوده قناتهم هنا اعتقد، والمفترض والله ان نطلعها برا، لكن احنا ما عادتنا الحين بالنسبه لها. ايه هنا دعا البراك لاخراج احدى القنوات الفضائيه وهو ما تم بالفعل. تعال اخذه انا اقول لكم، انا طبعا هذا بعد اذن اخوي خالد الشليمي، لكن انا اعتبرها الديوان بوجودكم ديواني ومحلي. بينما تواجد رجال القوات الخاصة بالخارج مع بداية نهاية الندوة ولتنظيم خروج الجمهور من الندوة. وبهذا انتهت الندوة بسلام وأمان ومن دون إصابات أو اشتباك مع رجال القوات الخاصة، مع تأكيد القائمين على الندوة التزامهم بالتعليمات من خلال وضع لوحة تطلب من الجماهير عدم التوقف أو التجمهر أمام مقر الديوانية. مبارك الجناعي، تلفزيون الوطن، من منطقة الجهراء.